الحمد لله وكفى، وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء يوم الوفاء. أحبتي الكرام، مرة أخرى أبارك لكم رمضان الخير، رمضان البركات، وأسأل المولى العلي القدير أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، وأن يجعلنا من المغفور لهم أجمعين في هذا الشهر المبارك الكريم. أحبتي الكرام، التطورات الأخيرة من اعتقال المدعو ناصر الزفزافي تدعونا كرجالات فكر أن نتناول هذا الموضوع من الجانب الإنساني، وأخص بالذكر ما تلا اعتقال الزفزافي من انتشار صور مخلة بالآداب. المراد منها والبغية منها باش نقولوا الناس هاد السيد اللي كيدعو الإصلاح الاجتماعي والأوضاع في الحسيمة ها هو كيدير. أنا شخصيا أختلف مع هذا المدعو، أختلف معه خاصة فيما قام به من اختراق ومنع المصلي من صلاة الجمعة. هذا ليس من أخلاق الإنسان العاقل، وبيوت الله يجب أن لا تنتهك. قال المولى عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بيت الله له قداسته، له حرمته. أنا ما أريد أن أتحدث عنه، هو انتشار هذه الصور في فيسبوك وفي شبكات التواصل الاجتماعي كالواتساب وغيرها. عيب علينا الحباب ديالنا، هذا عيب. أول شيء قبل ما نتكلم على موقف الشرع في هذه الممارسات لابد أن نراعي لأمه. الأم نتاعو كنسمع بأنها في المستشفى وفي حالة خطيرة. نراعيو شوية الشعور الإخوان ديالو والأولاد ديالو يكونوا عنده أولاد. هذا ليس من أخلاق المسلم الحباب ديالنا. المسلم لا يؤذي أخاه، لا يتشفى في أخيه. لقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله. من ستر مسلما ستره الله. بل إن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرة جالسا مع صحابته فسألهم: ما المفلس؟ شكون هو المفلس بالدرجة ديالنا؟ قال الصحابة: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. فقال الحبيب المصطفى: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت خطاياهم، الناس تتكلم فيهم بسوء، فصبت عليه فصب في النار والعياذ بالله. نختلف مع هذا الرجل لأنه لم يحترم الثوابت المغربية، لم يحترم بيت الله تعالى، ولم يحترم قبل ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولكن نحترمه كمواطن، ونحن في شهر المغفرة والتواب. عيب علينا الأحباب ديالنا نقوم بهذه السلوكات. وفي نفس الوقت أتساءل عما قرأته اليوم، ومن كثرة ما آلمني أضحكني، وتصريح وزير حقوق الإنسان أخونا وصديقنا السي مصطفى الرميد الذي قال: لا علم لي بما يحدث في الحراك الريفي. يا مصطفى الرميد، ما عهدنا عنك هذا؟ شاركنا معك في مسيرات وطنية وفي مسيرات
تدافع عن القضية الإسلامية وعن أولى القبلتين هي القدس، وكنت نعم الرجل ونعم المحامي ونعم المدافع عن الضعفاء، ولكن أن نرى مثل هذه التصريحات تصدر منك أنت عيب. واش المنصب خلاك أنت وأمثالك أنكم تسكتوا على الحق؟ المنصب وهذيك الخلصة الوزارية خلاتكم تسكتوا وتكونوا من الناس اللي كيدافعوا على الباطل؟ هذا عيب، هذا عيب يا أستاذ، يا وزير حقوق الإنسان. حتى لما لقيتي ما دير صمت يا أخي، إلا ما لقيتي ما دير خلي عليك هذيك الوزارة ورجع للبيرو ديالك ودافع ورافع الناس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. كذلك لا يفوتني إلا أن أعرج عن موضوع وقع اليوم لأحد الإعلاميين، وأنا كرجل إعلامي والزميل تاعنا الأخ مقدم البرامج الرياضية، نقول البرامج الرياضية ماشي السياسية، الأخ نوفل العواملة، حيث منع اليوم من تقديم نشرة رياضية كونه في الوجه ديالو بعض الشعارات في لحية خفيفة، فمنعوه. يا وزير الإعلام، يا وزير الاتصال السي محمد الأرج، متى كانت اللحية أو الحجاب مانعا من تقديم النشرات الإخبارية؟ متى كانت اللحية والحجاب مانع أن مول الحجاب أو مول اللحية يتمنع أنه يخدم في الإعلام المرئي؟ هذا الإعلام المرئي راه ماشي ديال هاد الناس هادو، هذا الإعلام المرئي راه ديال الشعب. حنا ملي كتجينا ديك الفاتورة ديال الضوء والماء راه فيها تيفيا وفيها كذلك كنخلصوا واحد النسبة معينة كتمشي للصندوق ديال القنوات القطب العمومي والقنوات العمومية. فباش نمنعوا واحد شاب ناجح في الإعلام ديالو بسبب بسيط لأنه دير اللحية في وجهه، واش هذه حرية؟ راه عيب علينا الحباب ديالنا، راه عيب باقي كتكلموا في هذه المواضيع. حنا راه واش بغيتو تردونا للور؟ خليو المغرب راه يقتدى به الآن. المغرب عنده أعداء ديالو، المغرب عنده ناس ما باغينش هذا الاستقلال كيعيش فيه، وهذا النعيم اللي كيعيش فيه المغرب تحت الرياضة الراشدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله. واش حنا أي حاجة نتسناو الملك يتدخل فيها ويعطي الأوامر ديالو؟ راه عيب، هادشي عيب. كذلك يا مصطفى الرميد، هاد الشباب الآن معتقل في هاد رمضان، وسمعت أن معظمهم كينتموا للحزب نتاعك. واش هذا من العدل ومن الحق أن الشباب داروا تدوينات فيسبوك يتشدوا في السجن؟ ما سارقين مال عام، ما نهبوا الثروات ديال البلاد، علاش انهم قالوا كلاما ربما قد ازعج البعض يتشدوا في السجن؟ راه الدستور ديالنا كينص صراحة حرية التعبير، حرية ممارسة العمل السياسي وممارسة العمل الديني. أنا كمتدين ما يمنعني حد، راه جلالة الملك كيعطي صور إيجابية في هذا الأمر هذا، عندما يحضر الدروس الحسنية الرمضانية ويلبي الشعائر الدينية وكيصلي الجمعة بحضرة شعبه، راه كيعطي واحد الرسالة مفادها بأن الدين هذه ممارسة دينية حرة. ما ندخلوا في الناس في السلوكيات ديالهم، هذا لابس فوقية، هذا لابس دراه، هذا دير اللحية، هذا راه عيب. هادشي اللي كندخلوا في الناس في الخصوصيات ديالهم. لذلك الأحباب ديالنا، أردت بهذا الفيديو أن أساهم قدر المستطاع كرجل فكر، وكنقول لكم عودة، يا رجالة الفكر تكلموا، ما تخليوش الشباب، ما تخليوش الناس العامة راه ما يحزوا في ناس. كنلقاو شي ناس مساكن ما عندهم لا مستوى تعليمي ولا مستوى فكري وكيتكلموا كلام كبار منهم، ولكن علاش؟ لأن رجالات الفكر خلاو لهم الفرصة، ما بغاوش يتكلموا. أسأل الله تعالى أن يلم شعتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اغفر ذنبنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم ارحم والدينا، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ملكنا، اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تقبل الله صيام الجميع. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.